من خربشات هالة المغاوري. في القلب حكاية لا ترويها الكلمات، ولكن تراها في العيون. في كثير من الأحيان تحمل العيون قصصا لا يمكن وصفها بالكلمات، فهي تعكس العواطف والمشاعر التي تتخذ مكانا في قلوبنا، وتنقل الكثير من الحكايات التي لا يمكن التعبير عنها بوسائل أخرى. فعندما ننظر إلى شخص ما ونلتقط تلك اللحظة التي تجمع بين الصمت والتعبير غير المباشر، نشعر بأننا نفهم أكثر من مجرد الكلمات التي يتحدث بها الشخص. فالعيون تكشف عن الحزن الذي يختبئ وراء الضحكة العالية، وتنير بريقا من الأمل في أعماق اليأس، وتعبر عن الحب الصادق دون الحاجة إلى أي تفسير. في العيون نرى تاريخا يروي قصة الحياة للشخص، من الفرح الزاهي إلى الألم العميق، ومن الأمل المتجدد إلى اليأس الذي يغمر الروح. إنها لغة لا تحتاج إلى ترجمة، فهي تتحدث بصدق ووضوح، معبرة عما يختبئ في أعماق الإنسان. ومن خلال العيون نشعر بالتضامن والتواصل مع الآخرين، حتى عبر الحدود اللغوية والثقافية. فلغة العيون تتجاوز الكلمات المنطوقة وتقدم رسائل من القلب إلى القلب، تعبر عن المشاعر الأكثر إلقاء وعمقا. لذا دعونا نتعلم كيف نستمع بعيون مفتوحة وقلب متفتح، لنسمع القصص التي لا تستطيع الكلمات وصفها، ولنحتفظ بالحكايات التي لا ترويها الكلمات، ولكن نراها ونشعر بها في العيون.